أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية العربية الليبية، باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف نون عين فاء. أخونا يسأل ويقول: هناك من يقول بدعة حسنة، ودليله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. وحينما أرد عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهنا لفظ كل شمل البدع كلها، فيردون علي بهذا الحديث، فهل قولهم صحيح؟ وهل هناك تضارب بين هذين الحديثين؟ أفيدونا يرحمكم الله، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فليس بين الحديثين بحمد الله اختلاف ولا تضارب، بل قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة كلام عام محكم يشمل جميع البدع ولا يستثنى منه شيء. وقد جاء هذا عنه في عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي رحمه الله: وكل ضلالة في النار. ومنها ما رواه أبو داود وغيره من حديث عباد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا عام لا يستثنى منه شيء، فجميع البدع التي أحدثها الناس قولية أو فعلية أو عقدية كلها داخلة في هذا الحديث، كما أنها داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحة من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمعنى فهو مردود. فجميع البدع التي أحدثها الناس كلها داخلة في هذه الجملة، وكل بدعة ضلالة، ويجب الحذر منها والتحذير منها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بعده لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. هذا الحديث في إحياء السنن وإظهارها، وليس في إحداث البدع، ولكنه في إظهار السنن ونشرها بين الناس عند جهلهم بها وإماتتهم لها. فالذي يحيي السنن ويظهرها وينشرها بين الناس له هذا الأجر العظيم، له أجر ذلك ومثل أجور من عمل بالسنة بأسبابه. فقوله من سن يعني من أظهر السنن وأحياها وبينها للناس، ويدل على هذا سبب الحديث. فإن سبب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من مضر من ساب النمار قد ظهرت عليهم الفاقة والحاجة، فخطب الناس بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام وقرأ قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآية الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: صدق رجل من درهمه من ديناره من ثوبه من صاع بره من صاع شعيره. الحديث.
فجاء رجل من الناس بسرة من فضة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ورأى تتابع الناس في الصدقة بأسبابه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. الله أكبر. يعني أظهرها نعم وبينها وسارع إليها حتى اقتدى به الناس فيها. وبذلك يتضح للسائل وغيره أن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة معناه إظهارها وبيانها ونشرها بين الناس والمسارعة إلى ذلك، وأن هذا الفاعل يكون له أجره ويكون له مثل أجور من تابعه في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تشيرون إلى أسباب ورود الحديث، يبدو لي أن هذا علم مستقل بذاته، هل تتفضلون بإلقاء الضوء عليه؟ نعم بيان أسباب الحديث نعم مما يعين على فهمه وجاء بينه وبين غيره من الأحاديث التي قد يبدو لبعض الناس أن هناك تخالفا وتعارضا، فإذا سمع القارئ أو اطلع القارئ على سبب الحديث زال عنه الإشكال واتضح له اتفاق السنة وائتلافها وأن بعضها يصدق بعضا. طيب. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا.